ده انا لما حطيت الباودر تحت الفاونديشن وقلت عليها وحشه الناس دخلت تهاجمني كاني غلطت في البخاري. ربنا يستر بقى على رايي في التركايه دي. احلى حاجه في التركايه دي اني هعملها بالكونسيلر، مش هاجي جنب الحته دي لاني عامله تريتمنت في وشي وخايفه ابوظه بصراحه. الناس اللي كانت زعلانه من باودر اماندا الفيديو اللي فاتت اهو، الفيديو ده مستخدمه لكم كوتي ايريس باند، دي باودر من الغاليه على فكره. اخد شويه حلوين كده، واكيد مش هغامر ان ابوظ اكتر كونسيلر بحبه، هاخده على فرشه. يلا نجرب التركايه. كونسيلر في الباودر اهو، هفردها تحت عيني ونجرب كده الناحيه التانيه. انا عارفه رايي فيها ايه بس خلينا ندمج ونشوف يمكن رايي يتغير. الفرشه هدمج كويس تحت عيني كده. بعد ما دمجت الناحيتين بصوا هو اون كاميرا شكله حلو جدا، وشكله عمل كفرج تقيل وغطى الهالات، بس في الحقيقه حاساه تقيل تحت العين وحاساه ملطش شويه، يعني في حتت الباودر فيها، يعني هنا كده الباودر مكلكع. مهما احاول ادمجها بالفرشه الكلكعه دي مش راضيه تروح. كمان انا مش هينفع اسيب الكلام ده كده، انا لازم اثبتها بباودر تانية. فاوفر باودر كتير قوي، الباودر باودر جوه كونسيلر وباودر فوق الكونسيلر. انا عن نفسي ما عجبتنيش، بس لو عجبتكم اعملوها. هستنى رايكم تحت في الكومنتس.